جميلة جدا، تحفة. احنا دلوقتي هنقف استراحة في مدينة اسمها أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رامي ربيع. النهاردة مدينة ناشفيل، مدينة الموسيقى. أنا جايبكم النهاردة الحلقة دي عشان أفرجكم على المدينة عاملة إيه، الناس هنا بتعمل إيه، الحياة هنا عبارة عن إيه. إن شاء الله بإذن الله هنقضي مع بعض النهاردة اليوم في مدينة ناشفيل. أتمنى الحلقة دي تعجبكم، خليكم معايا وتابعوني. ما تنسوش يا جماعة سبسكرايب والشير واللايك. الحلقة دي بجد يعني فعلا أنا تعبت فيها قوي. يلا بينا. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. مدينة حية جدا بالموسيقى. احنا كنا في الشارع مع بعض من شوية، وكنا بنشوف الدنيا ماشية ازاي في الشارع. الناس فعلا بجد بتحب جدا الموسيقى هناك. جميع الاماكن وجميع البارات الناس كلها بتحب انها تشغل موسيقى في كل مكان. كل تيم او كل باند بيشغل الموسيقى بتاعته. الناس بتحب انها تستمتع بالاغاني الموسيقية، وبتحب تستمتع اغاني المعزوفات الجيتارية، خصوصا الجيتار بالذات. انا من عشاق الجيتار اصلا، وبحب الجيتار جدا وبحب العب عليه. احلى حاجة في مدينة ناشفيل ان هم بيعترفوا باي حد ماسك جيتار وبيغني، بيحبوه جدا وبيحبوا يسمعوا له، وبيشوفوا اذا كان هو فعلا انسان يستحق ان هو نسمع له ولا لا. مدينه ناشفيل مدينه صغيره مش كبيره، تقريبا حجمها زي حجم مدينه بيتسبرغ في ولايه بنسلفانيا. الحلو في مدينه ناشفيل ان هي مضمومه على بعض، يعني الناس بتجيها سياحة عشان خاطر بس يستمتعوا بالموسيقى فقط في المدينة. مش عايزين بحر، مش عايزين يروحوا أي أماكن فيها بيتشز أو كده، لكن هم بيبصوا على الأماكن اللي فيها موسيقى وأغاني، وبيقدروا الحاجات دي جدا. في موزيومز هنا كتير، في متاحف موسيقية كبيرة جدا موجودة في المنطقة، وفي ناس طبعا بتحب تستمتع بالأغاني دي، وبتحب تستمتع تشوف التاريخ الغنائي بتاع الولاية وبتاع المدينة. متهيألي حاجة جميلة جدا يعني. I'm sorry, I'm just recording video here, so I have mic. The voice is so low, so that's why I put mic here. So, all right, all right. Okay, have a good day. مدينة ناشفيل مش بس مدينة الموسيقى فقط، أو مش مدينة المزيكا بس، لا دي تعتبر ميناء بري قوي جدا بيربط جورجيا من الجنوب، وبيربط ولاية كنتاكي من الشمال، وبيتسبرغ واوهايو من الشمال الشرقي، وبقية الولايات الأخرى من الشمال الغربي والجنوب الغربي. دي تعتبر محطة ميناء بري، يعني كل البضائع بتتحط في مدينة ناشفيل.
ويعتبر هو المورد الاساسي لجميع الولايات اللي حواليه. زي ما بنقول ان هي مدينه الموسيقى ومدينه الملاهي او كده، لا ده هي تعتبر مدينه قويه جدا، حديثه في التجاره وحديثه جدا في البيزنس. كبار تجار الاعمال او البيزنس كلهم بيحطوا اموالهم بالملايين في المدينه دي، لان عارفين المدينه دي قويه جدا، تعتبر مدينه اساسيه بيزنس او الميناء البري اللي قلت لكم عليه من شويه وشرحت لكم عليه. على ما اعتقد وعلى ما اظن ان المدينه شايفها جميله جدا، الحياه فيها ممتازه جدا وممتعه. اغلب الناس اللي احنا شفناهم في الفيديوهات دي او في الشطات الفيديو اللي احنا خدناها كلها ناس جايه زياره من ولايات اخرى ومن مدن اخرى، ولكن هم حابين ان هم يقعدوا هنا ويقضوا الوقت بتاعهم هنا في المدينه. احنا لسه مكملين الحلقه ولسه ما خلصناش، واول ما هنخلص هنقول لكم تابعونا وما تنسوناش اهم حاجه اللايك والسبسكرايب، وما تنسوش الشير. خلينا مع بعض. سايس هنا انت بايه بتدفع مع نفسك، يعني بتحط البليت نمبر بتاعك، وبعد ما تحط البليت نمبر بيقول لك الساعه كام، تحط الديبت كارد هنا ياخد الريسيت يقول لك الساعه مثلا بكام دولار، 15 دولار، ساعه 5 ساعات ب 25، 24 ساعه ب 40 دولار، وممكن ام فاليت اللي هو يعني ايه في اي وقت تركن براحتك تطلع براحتك، المهم تحاسب بالكريدت في الاخر يعني. مدينة ناشفيل اتأسست عام 1779 ميلاديا على يد الجنرال جيمس روبرتسون، وتم إنشاء المدينة على مساحة أرض 1377 ألف كيلومتر مربع، والكثافة السكانية حوالي نص مليون نسمة. اتشهرت مدينة ناشفيل باسم مدينة المزيكا أو مدينة الموسيقى، وهي عاصمة ولاية تينيسي، علشان كده أصبحت مركز الموسيقى الريفية في الجانب الشرقي من قارة أمريكا. مش بس كده، علشان فيها أكتر من 180 شركة تسجيل للأغاني، وأكتر من 85 استوديو للتسجيل، وأكتر من 500 شركة للنشر والتوزيع. مدينة ناشفيل تعتبر مدينة جامعية أيضا، عشان فيها جامعات مشهورة، وفيها جاليات عربية زي الجاليات العراقية والفلسطينية والصومالية، علشان كانت مركز المهاجرين من كافة أنحاء العالم. ناشفيل تتميز بطبيعتها الخلابة وجوها المعتدل صيفا وشتاء، وفيها محميات طبيعية كمان، في أماكن مخصصة للصيد. نسبة الجريمة تقريبا شبه منعدمة في الفترة الأخيرة من القرن العشرين. أسعار إيجار المنازل والمحلات تعتبر معقولة ومنافسة لأماكن كتير، عشان تعتبر مدينة سياحية بتجذب ناس كتير من أماكن مختلفة. ولاية تينيسي ولاية كبيرة وفيها مدن كتيرة ومهمة، وترتيب الولاية 36 على مستوى أمريكا، وعدد سكان الولاية كاملة 6 مليون نسمة. اللي بيميز مدينة ناشفيل إنها مدينة معدومة فيها الاضطهاد الأقليات، وعلى الرغم إنها مدينة مسيحية إلا أن فيها مساجد إسلامية أيضا. اللي ما تعرفوش عن المدينة دي إنها تعتبر مدينة علمية من الدرجة الأولى، فيها مختبرات طبية وبحثية وعلاجية، بالإضافة إلى أنها مدينة سياحية. وعلى الرغم من كده تعتبر مدينة ناشفيل مدينة رخيصة في المعيشة مقارنة بمدن كتير في أمريكا. مدينة ناشفيل مدينة حية جدا، صاخبة، كلها أغاني، الناس هنا متجمعة مبسوطين، بيحبوا الأغاني أوي أوي أوي. هنا كل بار وكل مكان بتلاقي فيه باند، كل فرقة بتغني الموسيقى بتاعتها، سواء كان من ولاية ألاباما أو ولاية تنسس أو ولاية أي ولاية تانية، تمام؟ كل ولاية مختلفة عن أي ولاية تانية. الأغاني هنا بصراحة جميلة جدا. بناخد جولة ولسه بنلف حوالين المدينة وبنشوف الحاجات الحلوة في المدينة. أتمنى تكونوا سامعيني برضو، لأن الجو هنا صاخب جدا وزحمة، على الرغم إن المدينة كلها هادية، لأن الشارع ده بالذات زحمة جدا 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 يعني. يلا بينا نكمل. المكان هنا مزدحم جدا، كل الناس بتحب تيجي المكان ده
بتيجي الشارع ده بتقعد لغايه الساعه 3 بالليل قاعدين سهرانين هنا، ما وراهمش اي حاجه تانية غير ان هم بيسمعوا المزيكا الحلوه وبيستمتعوا بالاماكن والمدينه الجميله بالشوارع بتاعتها والبارات في كل مكان. يعني انا شايف المكان حلو مش وحش، انا شايف المكان محتاج مش محتاج حاجه بصراحه. يعني المكان بصراحه جميل جدا، يعني انا عن نفسي انسجمت هنا، مكان جميل. عايز تقضي وقت بس استجمام مع فريندز مع اصدقاء، عايز خروجه حلوه هتلاقيه في الشارع ده. وبكده حلقتنا النهارده انتهت في مدينه ناشفيل. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هنروح مكان جديد، هنروح مدينه جديده، هنروح ولايه جديده. كل يوم في حلقه جديده ان شاء الله، كل يوم في مكان جديد. تابعوني، ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والشير، وخليكم معايا وتابعوني ان شاء الله باذن الله في حلقات كتير جديده ان شاء الله. وهقول لكم سلام عليكم.